السلام عليكم، شلونكم بنات؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. طبعا بنات نبدي الفيديو بهاي الدشداشة اللي تجنن، اللي تخبل وتدور على العروس. هاي الدشداشة مال العرايس اللي تخبل. القماش مالتها ليلن، استخدمت لها هذا الجيلاتين واستخدمت لها النجمة. طبعا هاي حسب طلب الزبونة. هي طلبت من عندي هذا الموديل. ان شاء الله تشوفه ويعجبها. القياس مالتها بنات يعني تقريبا 3 أو 4 اكس، بس اني مخصرتها على الملكان. خليت لها هاي النجمة بالوسط، خليت شاكة وخليت نجمة. طبعا مخيطتها مو بس كويتها، لا مخيطتها داير ما داير، وهمين ضربتها اكسات ما دا يبين الخياط لان القماش ابيض والخيط ابيض. ماشي حبايبي. هذه النجمة جيلاتين خيطتها بهذا الشكل حتى تبقى ثابتة. والتشاكة غلفتها بشريط التغليف الابيض حتى تكون مرتبة واحلى من الكفة. حبايبي مثل ما قلت لكم هذا القماش ليلن وخليت هذا الجيلاتين. شوفوا حبايبي هذا شريط التغليف، وهذا شكلها الله عليكم مو مال عرايس. شكلها ان شاء الله تعجبكم وتعجبها. عندها مجموعة من الأقمشة، يعني ان شاء الله ما ظل شي راح يكملن. واشوفكم ياهن بالتسلسل. هاي عزيزتي من البلديات ام فهد هذه، والردن طبعا هي طلبتها بهذا الشكل. بنات راح اعطيكم القياسات. القياسات تسوون القصة 10 سنتيم 7 حادة. 7 حادة يعني مو 7 بيضوية، لا قصة حادة. واني منزلت لكم القصة الحادة بالقناة يعني تقدرون تشوفوها. عندنا حفرة الصدر. حفرة الصدر تصير 9 سنتيم، بين 9 إلى 10 سنتيم. والنزال أنا هنا سويته 10، انتم تقدرون تسوونه 4 5 6 حسب اللي انتم حابين الدلعة مالته ايش قد تصير. قلت لكم هي شوية ضخمة وما تحب الخنقة. هذا شكلها يجنن وكلش عجبتني. اني اصلا يعني بالذات هم يعني عجبتني. يعني حتى من سألتني عليها قلت لها هاي مال عرايس. شوفوا حبايبي. اما بالنسبة لقصة الظهر، قصة الظهر همين لازم تكون 10 سنتيم او 9 سنتيم اذا كانت البنية ضعيفة. والنزال مال الحفرة مالت الظهر تكون تقريبا اصبعين او 3 اصبعين او 3 حسب قياس الزبونة. طبعا هنا أنا حاولت اخليها تكون واضحة جدا حتى تشوفوها، لان الصراحة عجبتني. نشوف الموديل الثاني نفس الزبونة. الموديل الثاني بنات رياضي. طبعا هذا دزيته إلها اني براس السنة. القماش مالته اعتقد كشمير على ما اتذكر، وهم شاكة من الامام، وخليت لها كشكش داير ما داير شيفون رياضي. رادته مربع ورادت هذا الدانتيل عليه، والردن همينة رادتها كلوش سحبة لاستيك. هذا الموديل الثاني. طبعا نفس هذا الدانتيل موجود بالظهر، نفس هذا الدانتيل موجود بالظهر. همينة المتابعتنا وحبيبتنا ام فهد من البلديات. هذا الموديل اخذته هي. هاي هنا شوفوا حبايبي القماش كشمير، وهذا الدانتيل مثل ما قلت لكم نفسه موجود بالظهر. الحفرة مالت الصدر شوية طيتها كبر لان هي رادتها كبيرة. والردن طبعا بنات الردن لازم تكون شبر، حتى مو 4 أصابع، لازم شبر حتى تقدرين تسحبينها باللاستيك.
عندنا الموديل الثالث. الموديل الثالث هو صوفيا سادة، الهمين الوحدة من متابعاتنا بمنطقة الأمين. هذا الموديل بنات بدون قصة، دشداشة عدلة بدون قصة. الدانتيل خليته على شكل قصة، وخليت لها دانتيل همينة بالردان من نفس اللي خليته بالصدر. هذا شوفوا حبايب قلبي، هذا يعني تقدرين هذا الموديل بنات إذا تردونه هيك يطلع مضبوط الدانتيل، تخططون بالمسطرة قبل لا تخلون الدانتيل يبين عندكم كأنما هو قصة. النزال مال الدانتيل 32 سنتيم. هنا شوفوا حبايبي، طبعا اللون مالته زيتوني طوخ، ما مبين عندكم زيتوني طوخ. القماش 2.5 متر صوفية، 2.5 متر صوفية. هذا حبيباتي. وعندنا الموديل اللاخ. الموديل اللاخ ابو الزخمتين من الامام فقط، ابو الزخمتين من الامام فقط، يعني الظهر ما قصة وحدة. هسه ان شاء الله اكون مصورته، لان هذا صورته الاسبوع الفات. هنا شوفوا بنات القياس خاص، القماش 3 مترات. هذا شوفوا حبايبي قياس خاص مثل ما قلت لكم. النزال مال القصة مال السبعة مالت الصدر، يعني الحفرة مالت الصدر مو حفرة الركبة، تقريبا 35 سنتيم. وهذا الظهر هم زين مصورته. هذا الظهر بنات، هذا ما بي قصة عدل ولا بكسرة ولا أي شيء، قصة عدلة. حتى هيك موديل بنات إذا يعني المرة شوية ضخمة ما راح تسوي لها جهة الأمام أبو الزخمتين والظهر عدل، راح شوية ما يعطيها سمن يعني. نشوف هذا التراك، هذا إن شاء الله اليوم يوصل الأهل السماوة. هذا القماش فيزون، خليت لها هاي الطبعة مال نسر، وأكيد 100% مو بس كوي، مخيطة داير ما داير. وهاي خليت لها إياه بالردان، وهاي من الذيال، وأكيد بيها شاكات من الجهتين. هذا شوفوا حبايبي، والبجامة مالته بصفة. هاي البجامة، هذا إن شاء الله اليوم يوصل، ولو اليوم مطر إن شاء الله، ما أدري السماوة بها مطر لا ما أعرف. هنا شوفوا حبايبي هذا القماش قلت لكم ستريج. المتابعتنا من منطقة أو محافظة السماوة. هذا الموديل طبعا بنات تعجزت ألبسه للملكان، هو بعد دشداشة ثانية هم تعجزت ألبسها للملكان. هذا شوفوا حبايبي القصة مالته قصة التفاحة، وتخلون هذا النسر، وبعدها لازم يتخيط، وبعد الخياطة لازم ينكوي. هاي شوفوا بنات، إن شاء الله يوصلها، وإن شاء الله يعجبها، ويكون القياس مضبوط عليها، لأن هي ما عرفت تعطيني القياس. هنا شوفوا حبايبي هذا الردان مالته رادته 3/4. وهذا التراك. وهسه نشوف الدشداشة همينة صوفية، الدشداشة أسود. هاي الموديل مالت الدشداشة حبايب قلبي، صوفية 2.5 متر أسود. هذه أنا بيضت لكم الشاشة حتى تكون واضحة. هي المشكلة بالتصوير شوية مزعج يعني راد له كاميرا العفو عالية الجودة، والكاميرا أصلا غالية جدا. هاي سويتها قصة الشبيه الرياضي. وهاي الردان شوفوا حبايبي، هاي الردان أكيد جيب ما ننساه لأن هي مرة كبيرة. هذا الجيب،
الجيب بنات أنا عارضته بالقناة، يعني اللي تريد تشوفه تجي تلقاه بالقناة، بس تكتب الجيب الرجالي. وهذا شكل الدشداشة، الدشداشة عدلة يعني مو كلوش، وهذا شكلها حبايب قلبي، وإن شاء الله اليوم توصل. هاي هنا نشوف حبايبي جاي أجهز بالطلبية مالتهم حتى أعطيها للمندوب. القصة مالته بين قصة التفاحة، الموديل أني هذا عارضة طريقة فصاله وطريقة خياطته موجودة بالقناة إذا حابين تشوفونها. هذا احتمال إذا ما أنسى، طبعا إذا ما أنسى أخلي لكم أشوف إذا أكو عليه طلب يقولوا لي نزلين الرابط، أنزل الرابط مالته بأول تعليق، لأن سهل ما يحتاج شي، بس مجرد القصة لازم تكون عدلة من هاي الشبيه الرياضية، لازم تكون عدلة حتى تقدرون تخلون هذا المثلث. هنا هذا بنات شوفوا هذا الجيب، جيب الرجالي هذا، شوفوا بنات لازم يكون دفن يعني حتى ومرتب حتى لا تعبعب هاي الفتحة مال اللي تدخلين بيها الإيد. نشوف الموديل الأخير. الموديل الأخير بنات مال العمرة، خيطته ويا الجبة اللي البارحة عرضتها. هذا القياس خاص جدا طبعا، تشوفون بنات حتى هذا من الملكان قياس خاص جدا. شوفوا القماش مالته كشمير، طبعا هاي القماش مالته ومال الجبة مال العمرة اخلي لكم الرابط مالتها باول فيديو، باول تعليق العفو، او بالوصف. هنا هذا الرداء مالتها لاستيك بالمكوك. هاي بنات تصير شوية ترفه، وتقدر يعني ترفعها بكل سهولة حتى تصلي. هذه شوفوا حبايبي، والظهر همينة سويت لها بيها قصة وكسرات، يعني ما حبيت اسوي ابو الزخمتين، خيطته بهاي الطريقة. طبعا كله غلفته بشريط التغليف حتى لا يظل يشرشب، بس الجوانب عندي كفيت كف، لان قلت لكم الاوفر لازم اخلي لها خيط ابيض ومتعب اللظم مال الاوفر، فرتبته بهذا الشي. عندي بعد طلبية همينة للعمرة، ان شاء الله بس يدزوا لي الموديلات اللي رايدين لهم. اذا اكو اي موديل اني ما شارحته او ما عرضته بالقناة اعرض لكم اياه. ان شاء الله بنات عجبتكم هاي الموديلات ونالت رضاكم، وان شاء الله نشوف كل ما هو جديد وحلو ومرتب يفيدكم ويفيد الخياطات المبتدئات. طبعا اكو بيهن يعني اني ما اصورهن، يعني ما اصور طريقة مال الفصال والخياطة، لان هواية شارحة طرق الفصال والخياطة ووقت يراد همينه، يعني الوقت مال التصوير كلش ياخذ وقت هواية. ولهنا حبايب اقول لكم مع السلامة.